حسن وأنت مش راضي. لما تقول حسن وأنت قلبك مجروح. حسن فوق طاقتك. حسنا إنه لا يوجد غير حسنا. لا تستطيع أن تفعل أي شيء في ظروف صعبة. لماذا يراني بهذا الكمال وأنا كل عيوب؟ هكذا يرى المحبون، ليس المنافقون بل المحبون. غير ذلك هذا لا يحبك. الرجل ضعيف يصنع امرأة ذكورية، والرجل القوي يصنع امرأة أنثوية. تعلقتي بيه مش قادره تنسيه، اكتئبتي خلاص خلصتي، هاتي ايدك قومي. ما ينفعش نتعلق باي حد. اي حد ممكن يخذلك في اي وقت، اي حد ممكن يتغير معاكي في اي وقت، اي حد ممكن يخرج بره حياتك في اي وقت. ممكن تصحي الصبح ما تلاقيهوش، ممكن تصحي الصبح ما تلاقيش الشخص ده معاكي في حياتك ابدا. من تعلق بشيء عذب به. احنا بنتعلق بربنا بس. اللي هيضمنك هيمرمطك يا دينا، اللي هيضمنك هيشوف الحاجه اللي انت بتعمليها ما تساويش. ركزي يا دينا، ما حدش يستاهل. اقفي على رجليك يا دينا، انا هخليك حياتك وتصير انا بكلمك، انا هخليك حياتك يا دينا. Call you because we want to call you. Really? Always. Always. Look, I know what's going on here. Okay. So trust me when I say, if the guy is treating you like he doesn't give a shit, he genuinely doesn't give a shit. No exceptions. إلا كانت حاجتي عند الكلب نقول له الكلب، وينعلبوها حاجتي اللي عنده تخليني نقول له سيدي. قبل ما يدق قلبك تذكر إنه متقلب الود لا يؤتمن وإن عاد. كل حاجة متلخبطة الفترة دي ومش عارف أنا عاوز إيه ولا مخنوق بسبب إيه. تراكمات بقى وصداع وخنقة. بقيت عايز حد يسمعني وأنا أصلا مش عايز أتكلم. بقيت مش عايز أكون لوحدي أكتر من كده، وفي نفس الوقت مش عايز حد يقرب مني. مش عارف أنا مالي، بس كل اللي أنا عارفه إن مش أنا الشخص اللي المفروض أكون عليه نهائي. أنا بقيت حد معرفوش. ممكن انت مو ذاك تجرحني وخان بيا لحظة، ممكن جاي ليش عندك بعد ذيك ليه. Don't do it again, Astrid. Do what again? Attach yourself to anyone who shows you the least bit of attention because you're lonely. Loneliness is the human condition. No one is ever going to fill that space. The best you can do is know yourself, know what you want, and don't let the cattle get in the way. في فرق كبير بين الشخص الزعلان والغضبان والشخص المدرك. الزعلان بتراضى والغضبان هياخذ وقت ويهدى، لكن المدرك هيكون وضعه صعب لأنه فهم وشاف كل شيء على حقيقته. وفي الحالة هاي الواحد ما بيكون لا زعلان على فراق حدا ولا زعلان من حدا، لأنه هو زعلان على حاله وعلى سنين عمره اللي ضاعت على ناس ما بتستاهل، ناس عمل عشانها كل خير بس ما شاف منهم غير كل شر وأذية. يمكن ربنا بيشبعك ألم
علشان تفقد الرغبة في الحياة والثقة في الناس، علشان تفوق من الأوهام ويبقى عندك مناعة ضد الأماني والوعود والكذب، علشان تحس بشكل حقيقي إنها مؤقتة وكده كده هتخلص، علشان يكرمك بقوة الصبر والتحمل والاحتساب، وعلشان يمكن هو مختارك وعاوزك تبقى بتاعه هو وبس. بدي اياكي تقبلي مني هالنصيحة، اصحك تركضي ورا شغلة بدك اياها بالزور، لانه ولو شو ما عملتي اذا الله مو رايد لك اياها ما رح تصير. واصحك تضايقي حالك كله ما بفيه. ارضي، مالك الا الرضا، لانه رب العالمين هو ادرى بمصلحتك. الزواج هذا مكاتب تاع الله عز وجل. انا ما يهمنيش طفله اللي تزوجت في العشرين ولا الطفله اللي تزوجت في الربعين. شفناهم تزوجوا في الربعين وعيشوهم الطفوله، وانتم تزوجتوا في الطفوله عايشوكم الشيخوخه. تزوجتي تيا 23 21 22 20، كاين اللي تزوجت حتى 17 سنه، خلصت عليها بجبه تاع قفالي تاع قاذفه، ما تعرفش من بعيد لا عجوزه ولا طفله ولا امراه ولا واش. خلصت عليك، خلصت عليك فمك راهي كركاسه فرعون. واش مزوج اللي تزوجتوا هاد برك نزوجوا الاخرى في ضرب بهم معززهم وكرمهم مازال. اكتشفت انه هذا الشخص نرجسي، عرفت بالطريقه الكتير صعبه اللي انا اللي قطعت فيه ما بتمناه لعدويني. بتحسي حالك عدم، بتحسي حالك صفر على شمال، انسان ما عنده قيمه، ما عنده اهميه. الانسان النرجسي بيعمل جاز لايتنج، قلب الحقائق اللي بيعملها مثل غسيل الدماغ. انت انسان واثق بحالك وعارفه حالك وعارفه نفسك، بس من كتر الحب والكذب والهيدا الوجه التاني اللي بيكون حاطه بجرجرك بشفق لك قلبك عليه، تحسي انت انه حرام انا بدي ساعده، بيكون هو عم بجرجرك لحتى يسلك من حالك وشخصيتك، وهو ما عارف انه مريض. الانسان النرجسي ما بيعرف انه هي سك ولا بيعترف. ياما في حالات بيكونوا بعلاقه مع شخص نرجسي وبينتحروا، يعني تدمرت، بتنسي انت مين، بتنسي انت شو، بتصير تحسي حالك كل شيء سيء، شو ما عطيته ما بكفي، شو ما عملت ما بكفي، وقت حياتي حب مصاري حيلا شيء، شو ما عملتي معه ما بكفيه. الانسان النرجسي على طول انت مقصره.